بسم الله الرحمن الرحيم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة العبد الحائر المحتاج الذي ضج من كل ضيق وحرج ولجأ إلى باب الكريم ففتحت له أبواب الفرج وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم الذي أخبر عن ربه إن لله تعالى في كل نفس 100,000 فرج قريب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات الإلهية فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي عزه من كل سوء. اللهم فرج كربي كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وارزقنا النظر إلى جماله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة ساعة مع نور. قناة ساعة مع نور قناة شاملة مميزة تشمل السياسة والترفيه والدين وكل ما يخص المجتمع وأخبار عاجلة، وقناة تعتمد في فيديوهات الرئيسية على فيديوهات مميزة للدكتور مبروك عطية وللشيخ رمضان عبد المعز والدكتورة نادية عمارة والدكتورة سعاد صالح والدكتور توفيق عكاشة والمستشار مرتضى منصور وفيديوهات لأسامة منير والدكتورة هبة وفي فيديوهات مفاجأة هتعرفوها أول ما تنزل على القناة. ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. زر الجرس ده مهم انكم تفعلوه عشان يجيلكم اشعار بالفيديوهات اللي بتنزل على القناة، واتمنى دعمكم وشكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اعزائي المشاهدين زي ما تعودنا بنعلق على الفيديو الاول بعد كده بنشوف الفيديو بالكامل. الفيديو صادم جدا جدا جدا. متصلة بتقول بنتي مكتوب كتابها
وعريسها دخل عليها قبل ليلة الدخلة وقال انها مش بنت، والدكتور مبروك عطية يرد عليها ده قليل الادب شكله ما يعرفش. المهم انا تعقيب على الفيديو ده يعني بحذر كل البنات المخطوبة والمكتوب كتابها، ما تسلميش نفسك ابدا لخطيبك ولا عريسك المكتوب كتابك مكتوب كتابك عليه، لان العرف اللي في الدخول هي ليلة الدخلة. اي نعم المكتوب كتابها ده موقفها متحسن شوية، يعني تعتبر هي زوجته. انا بتكلم كمان المخطوبة بتقول ده هيبقى جوزي بتاع، وده حرام اصلا كمان يعني. فالبنات ما تستاهلش، يعني بلاش تساهل في الموضوع ده، سواء المخطوبة او مكتوب كتابها، من باب الحذر والحيطة، عشان في شباب يعني عندهم عدم ضمير. مثلا مكتوب كتاب البنت يقول لي دي ايه، يبلع على البنت يقول دي كانش عذراء وانا دخلت عليه عشان اتاكد، زي الفيديو ده، ويتهمها في شرفها. المهم بقى ونخش في قضايا ومحاكم، وعمال ما نثبت ان هو ده اللي دخل عليها، وطب شرعي وموال يعني يعلم بيه ربنا. فالبنت اللي مكتوب كتابها يعني ما تسمحش العريس يدخل عليها الا بعد اعلان ليلة الدخلة. يا ريت تدعموا القناة. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا مين؟ دياب؟ ريهام؟ ريهام ولا دياب؟ ريهام، قولي يا ريهام. السلام عليكم. والسلام يا فندم ورحمة الله. لحظة وحضرتك طيب وخير يا رب. كل ثانية وسيادتك طيبة وكل مشاهدين آمين يا رب. أنا متابعة بحضرتك على طول. مشرفني. عندي مشكلة عايزة أقولها لحضرتك. قولي يا ريهام. عندي بنتي عندها 29 سنة، كتبت كتابها. كنت أنا بقول لبابا ما تكتبش كتاب مريم الفرح، فبابا قال لأ يلا بقى، يعني يعني حتى اللقاء أو خلوة زي ما بيقولوا، والولد راح قال لمامته، ومامته راح يكلمها بابا البنت وقالت له حصل كذا كذا، ومنزلش دم ومجيش بنت، كلام يعني مستحيل. وطبعا بابا اتعصب ووداني. قبل كلمة الدم دي عشان أنا بس ما فهمش غلط، يعني مامة العريس اللي هو كاتب كتابه قالت لجوزك انت اللي هو ابو العروسة ان بنته ما نزلتش دم؟ ايه؟ هي مش بنت. لا ما سمعتش. هي يعني كده يبقى مش بنت. يعني الواد حكى لها وقال لها يا مامي انا دخلت على خطيبتي او مراتي وما لقيتهاش بنتي، فهي اتصلت وقت واللقاء ده تم عندكم ولا عندهم؟ والله ما اعرفش يا دكتور. طيب اوكي، والباقي يقولي كده. المهم
المهم إن باباها خد الدكاترة واتصل وابتدى الدكتور وأجمع إن هي جبته بكر طبعا. ومحصلش أي حاجة من اللي هو بيقول عليها، وبيقول ممكن يكون هو معرفش يعمل حاجة. بالظبط كده اللي لا على رأيك. بالظبط والله. بس أنا مش عارفة أعمل إيه يعني. وتعملي ايه؟ طلعها على طول الليلة دي قبل العيد كمان. يطلع طبعا يطلعها قبل العيد. ده ايه الادب؟ ولا يمكن ابدا واحد يرضى مسلم انه يدي بنته الواحد عمل كده وراح قال لامه. هروح يقول لامه في كل دقيقة احمد ربنا ان بنتك سليمة، وقد يكون الغشاء مطاطي. يعني حتى لو كان هو الزير سالم مش هيعرف يعمل هذه الغشاء البكارية المطاطية إلا لما ينزل عطية أو أم كلثوم من بطنها، وكل الدكاترة تعرف الكلام ده. فده ولد قليل الأدب وقليل الحياء وهو غير وفي. هو شرعا لا يقام عليه الحد، بس ممكن القاضي في الحالة دي يحبسه سنة، يديله 3 سنين حبس، يجلده، لأن المؤمنون عند اتفاقهم. احنا مش معنى ان احنا مش هنطبق الحد بتاع الزنا، لان مش زنا، ما في زنا، دي مراته، هو كاتب كتابها يا اختي. ويا ريت فعلا، لا مش يا ريت، هو كويس جوزك انه عمل كده. لو سمع كلامك ليلة الدخلة كانت هتبقى فضحتنا بجلاجل، وكان هيقول لأمه وللجيران وطلع نشرة في الأخبار والمصور وآخر ساعة. فالحمد لله من دلوقتي، لكن ده لا يعاشر. وبنتك المفروض كانت تبقى فاهمة الكلام ده. كاتب كتابه انت مراتي، مراتك، بس لما اروح لك، لما اخرج من اللي عندنا ويبقى يا رب يسلم من دخول الحارة، ومش عارفة ايه كده، ايه اوعي تشمتي يا جارة. لما نعمل كده والعيال يرشوا ملح، الشقاي الفظاع دول ربنا يهديهم يا رب، ياخدهم هم واهليهم ويودوهم الجنة كلها. ايه اللي يحصل؟ يبقى شو اعمل اللي انت عايزه. انما طول ما انا عند ابويا، مراتك اقعد معاك، ممكن نقعد احنا الاتنين لوحدينا ولقمة تكفينا، انما تيجي جنبي ممنوع. ليه؟ لان انا تحت ايقاف التنفيذ. النفقة بتاعتي اكل وشربي على بابا شرعا. ليه؟ لاني ما جيتش بيتك. فاعتبار البيتوتة هنا ده مقصد فقهي شرعي خطير جدا. مش قلت انا كاتب كتابي بقى ادخل، دخلت حمام ما خرجتش اللي على الدور رقبتك.
بس قدام راح فضحنا وعمل الكلام ده يطلق الليلة، يا إما يسيبوه يا تخلعوه يا تعملوا محضر باللي حصل وترفعوا قضية كمان. ما ينفعش، ما ينفعش ده. النبي يقول من الكبائر إن البني آدم اللي بيجي يتجوز اللي بيخلف 4 5 يحكي عن اللي حصل بينه وبين مراته لأي حد، مش أمه ابن أمه. حرقنا دمنا برضه مش هنفع. سالم بتقول معايا سالم؟